اهلا بيكم في عالم ياسمين. النهارده جايالكم بطريقه الاسكالوب. مش هيفك منك الكفر الخارجي، هيحتفظ بشكله. شايفين الاسكالوب عامل ازاي في لحظتها؟ انا محتاجتش ان انا اتبله ولا حاجه. عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه. اخر ما توصلت ليه، واخدين بالكم بقى من السمسم وحبه البركه، موضوع يجنن، بيشهي طبعا، لا بيشد ولا حاجه. يا جماعه عايزه اقول لكم الطريقه دي بجد تجنن. يعني انا قعدت اجرب في طرق كتيره جدا. مره حطيت زبادي عشان نسيج اللحمه يبقى سهل معايا، وكنت بحط خل. فكل الحاجات دي كانت بتخلي الكفر الخارجي يفك. فطبعا الدنيا ما كانتش بتبقى تمام. في اخر ما توصلت ليه السكالوب بالطريقه دي، بصوا شايفين الكفر لازق في نسيج اللحم نفسه. تحفه تحفه يا جماعه والله. وفي ساعتها يعني مش محتاجه، انتي لو جايه بقى من الشغل متاخره، الولاد راجعين من المدارس جعانين، فدي من الحاجات بقى السريعه جدا، وانا بحب الاكلات السريعه عايزه اقول لكم. فاتمنى تجربوه بالطريقه دي. الكفر محتفظ بشكله، لا فك ولا كلام من ده. امشوا بقى ورا الخطوات مش هتندموا. بيقرمش وطري من جوه. دي خلاصة تجارب ليه يا جماعة في الاسكالوب لحد ما توصلت للطريقة دي. شايفين حاجة يعني تجنن. تابعوني بقى عشان اقول لكم طريقة الجمال ده. تمام، خليكم معايا. طيب هنبدأ بقى ونقول بسم الله. انا هبدأ الاول بالتتبيلة بتاعة الاسكالوب. طبعا دي اللي بتبقى عليها 90% من ان احنا الكفر الخارجي بتاع الاسكالوب بيبقى ما يفكش مننا اثناء التحمير وكده. فهنقول بسم الله. هنبدأ. انا معايا هنا بصلاية مبشورة، ما عصرتهاش وخدت العصير بتاعها، ولكن هحط البشر كامل. تمام كده. انا عندي هنا ملح، قرفة، فلفل اسمر، شطة، كمون، كزبرة ناشفة ناعمة. تمام، كل ده برضو هحطه على البصل. انا بقى هبدأ ان انا اقلب كل ده مع بعضه. تمام، هجيب بقى معايا بيضتين. تمام، طبعا الوصفة دي من الوصفات اللي هي ما مشيتش معايا في بانيه الفراخ، لكن هي شغالة في الاسكالوب كويس جدا يعني. طيب احنا هنا بقى بنقلب البيض مع بشر البصل والتوابل بتاعتي اللي انا حطيتها كويس قوي. تمام، هنيجي بقى ل الدقيق. وبصوا بقى الخطوة دي عشان دي اهم ما في الموضوع. الدقيق ده اللي هيبقى سبب في ان الكفر بتاع السكالوب ما يفكش مني، وطبعا دي مشكلة كتير مننا. تمام، انا بقى هنا هحاول ان انا اخليه يكون سميك شوية. يعني انتوا عارفين انتوا خلطة القرنبيط اللي احنا بنعملها، شايفين هي بتبقى ماسكة ازاي كده، يعني مقربة كده من خليط الكيك يا جماعة. تمام، فانا هفضل هنا اعمل فيه كده شوية حلوين لحد ما انا اقلبه كويس جدا. تمام اهو، شايفين انتوا بقى عامل ازاي؟ شايفين يعني
عايزه سمكه يكون تقيل شويه في ايدي. اوكي تمام كده. تمام، هو ده السمك اللي انا عايزاه بالظبط يا جماعه. تمام. وعلى فكره مش بتحتاج برضو ان احنا ان احنا ايه بسم الله. طيب هي برضو مش هتحتاج ان احنا الخلطة دي بتاعة الاسكالوب مش هتحتاج ان احنا نسيبها في التتبيلة كتير، لا الدنيا هتبقى عشان خاطر الخلطة دي سميكة شوية فبتبقى ماسكة في اللحمة نفسها، فمش محتاجة ان هي تتبل كتير عكس فيليه الفراخ يا جماعة. تمام. انا عندي بقى هنا الاسكالوب انا هحطه في الخلطة وهشتغل على طول معاكم يعني. المهم انا برضو من الحاجات اللي انا عايزه اقول لكم عليها ان انا مش يعني البفتيك بالذات برضو من العوامل اللي ممكن تخلي البفتيك يفك مني ان انا اشطفه بميه. دي بقى حاجات من الحاجات اللي انا خدت بالي منها، يعني النقط اللي انا خدت بالي منها كويس قوي انها ممكن تخلي طبقه البفتيك تفك مني. موضوع ان انا اشطفها بالميه. انا طالما عندي حته الاسكالوب قدامي مية مية، وطبعا عايزه اقول لكم ان انا مش بحتاج لدي خالص. انا الاسكالوب بتاعي طالما الجزار قطعها لي قطعيه سليمه طريه، في حتت كده في اللحمه مش بتبقى محتاجه ان احنا بالشاكوش بتاع الاكل ده نضغط عليها ولا حاجة يعني. تمام. فانا بقى هحطها، انا هستعمل ايدي يا جماعة. تمام. ادي الاسكالوب انتوا شايفين هو مش محتاج ايه حاجة خالص يعني. تمام. وكمان نسيج اللحمة سهل ان هو بيمتص الخلطة اللي انا عاملاها دي كويس قوي. تمام. يعني هي اللحمة ما شاء الله، نصلي على رسول الله كده يا جماعة، الصلاة على الرسول، بتطعم لنا الاكل بقى من غير اي حاجة خالص، غير اي عوامل خارجية كفيلة انها تخلي اكلنا طعم جدا. يعني شايفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. الاسكالوب ده مش محتاج اي شغل يعني. تمام. فانا بايديا بقى كده هفضل، بصوا بقى كفر بصوا قصدي سوري، الخلطة سهلة انها تمسك في اللحمة ازاي، وبعدين انا ما غسلتهاش ما شطفتهاش. تمام. بصوا من غير اي حاجة، بصوا هي مسكت ازاي في حتة الاسكالوب بتاعتي. طبعا مش لابسة جلافزات ولا حاجة، مفيش حد مننا في البيت يعني بيلبس جلافزات يا جماعة. تمام. طبعا انا بقى هقعد اقلبها كده كويس قوي قوي يعني عشان خاطر الخلطة العبقرية دي تمسك في الاسكالوب كله. تمام. تمام. شايفين كده، شايفين؟ بصوا بقى لازقه ازاي في قطعه الاسكالوب، شايفين الجمال؟ دي بقى ما احنا هنيجي نحطها في الكفر الخارجي اللي هو البقسماط، واقول لكم برده مكونين كده هيتحطوا فيها هيزودوا بقى القيمه الغذائيه، كمان هيطعموها، والشكل الخارجي بقى هيبقى واو يعني. مش اسكالوب عادي احنا بناكله كده، شغل بقى ايه، شغل حبشتكنات بقى وكده، واغراءات بقى للولاد الصغيرين ان هما ايه ده فيجربوا الموضوع. وعايزه اقول لكم ان الخلطه دي فعلا من الحاجات اللي هايله جدا يعني. هغسل ايدي سريعا كده وارجع لكم عشان اقول لكم هنعمل ايه بعد كده. طيب انا هنا عندي مجهزه ايه بقى،
مجهزه البقسماط الناعم بتاعي. تمام. ايه بقى المكونين اللي انا هحطهم عليها؟ طيب نبدا الاول نحط الزيت في الطاسه عشان ايه يسخن معايا وما يعملش، ما يبقاش سبب في ان كفر الاسكالوب ممكن يقع مني. تمام. طيب البقسماط بقى الناعم بتاعي انا هعمل بقى فيه ايه؟ وزي ما انتوا شايفين انا هشتغل على طول يعني. انا هحط فيه شويه سمسم حلوين، يعني سمسم كتير كده. السمسم ده يعني قيمته الغذائيه مش قادره اقول لكم يعني عامله ازاي. كالسيوم بقى، نسبه كالسيوم. وحبه البركه. حبه البركه بقى دي من الحاجات اللي ايه هتبان كده في الكفر الخارجي في النهايه ويبقى شكلها حلو قوي. انا مش هحط بقى حاجه في البقسماط ده لان انا اوريدي الخلطه بتاعه البفتيك مظبطاها يعني توابل وكده، فهنعملها بقى معاكم لحد ما الزيت يسخن بقى معايا. تمام. اجيب طبق بقى احط فيه اللي انا هعمله. تمام. خدوا بالكم بقى وانا شغاله الكفر بقى هيبقى عامل ازاي من بره بالسمسم وحبه البركه اللي انا حطيتهم فيه دول. شايفين بقى قطعه البفتيك؟ شايفين بقى لما انا هحطها واضغط بقى عليها كده؟ بصوا عايزه اقول لكم ان انا كنت مره في قاعده يعني وبنتكلم بقى على البفتيك. سمعت ان ناس كده بتحط في البفتيك عشان اللحمه تستوي عسل. عسل دي انا كنت اول مره اسمعها يعني. ولكن احنا نختار الجزار الشاطر اللي هو بقى مش بيغش وعنده ضمير ويدينا حته لحمه مظبوطه، ما تبقاش محتاجه بقى تحط لها خل وليمون. انا شايفه ان الخل انا اصلا جربت وصفات كتيره جدا الاسكالوب ده، كانت الاول بتنجح معايا وبعدين ابتديت بقى ادخل زبادي. الزبادي انا قلت ده بيطري النسيج اللحمه نفسها، فلقيت ان هي ايه بتفك الكفر بتاع الاسكالوب، ودي المشكله اللي بتقابلنا بقى ايه كلنا. تمام. بصوا بقى انا ضغطت عليها كويس جدا جدا اهي، وانا محتاجه اهي. شايفين بقى حبه البركه والسمسم غير بقى اما انتوا هتشوفوها لما الزيت بتاعي يسخن. هو الزيت لسه ما سخنش. هغسل ايدي وارجع لكم. هكمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم يا جماعه. طيب نقول بسم الله ونبدا ان احنا نحمر الاسكالوب. انا عاملاه بزيت بس، يعني في ناس بتحط سمنه الكلام ده، لا طبعا احنا ايه اكلنا كله هيلث يا جماعه ان شاء الله. فهنبدا نحط الاسكالوب. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. مش هقلب بقى الاسكالوب غير لما احس ان الطبقه اللي تحت ديت شمعت كويس وابتدت تحمر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبق مش بتاخد بقى وقت كتير خالص. تمام. الخبر ما شاء الله لا وقع ولا اي حاجه والدنيا تمام. تمام. انا فاضي احط قطعتين في الطاسه عشان تبقى الرؤيه واضحه والدنيا تمام. تمام.
شايفين يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين السمسم وحبة البركة شكلهم جميل ازاي؟ شايفين؟ تمام. نكمل بقية الاسكالوب بتاعنا. تمام. طبعا الاسكالوب ده من الاكلات برضو اللي انا بحبها، حاجة سريعة وكده، ولا ذروات مطبخ ومواعين والكلام ده كله، حاجة كده ايه في السريع يعني. تمام. نحمر بقى بقية الاسكالوب وارجع لكم تاني. خلصنا قلي الاسكالوب بتاعنا، وادي الشكل النهائي الاسكالوب بقى. مش قادره اقول لكم ما شاء الله، حاجه جميله قوي. طبعا بقى لو عزومه او كده، يعني عايزه اقول لكم انا كنت مره بقول لاختي، بتقول لي ايه الجديد اللي ممكن اعمله في صينيه الجلاش؟ قلت لها شويه سمسم وحبه البركه كده على الوش، هتبقى الدنيا تمام. في العزومه بقى اللي هي كانت عاملاها، راحت ايه اخت جوزها قالت لها الحركات دي بتاعت مين؟ قالت لها ياسمين اللي قايله لي عليها. قالت لها ايوه انا قلت كده برضه. فالسمسم وحبه البركه من الحاجات بقى، احنا عندنا عزومه وعايزين نعمل شويه شو يا جماعه، وكمان موضوع صحي وجميل، فاتمنى تجربوه بالطريقه دي. وانا عملته قدامكم في ساعتها، لا احتاج بقى تتبيل ولا كلام من ده. وبصوا جماله ما شاء الله. اتمنى تجربوه وبألف هنا. باي باي.